السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حلوين. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو دوت هجاوب فيه على الأسئلة. أنا حطيت على الكوميونتي تاب، سألتكم يعني اللي حد عنده سؤال يكتب لي في الكوميونتي تاب، لأن في أسئلة بتفوتني الحقيقة. الناس بيكتبوا لي أسئلة يعني في الكومنتس، وعلى حسب لو مشغولة أو كده ما بلحقش أرد على كل سؤال أو كل كومنت حد بيكتبه لي. فعملت على الكوميونتي تاب، طلبت منكم تكتبوا لي الاسئله عشان تبقى متجمعه في مكان واحد. لسه بص عليهم دلوقتي في 67 سؤال، فهحاول امر عليهم باذن الله. هحاول على قد ما اقدر كلهم، على حسب الوقت. لو لقيت الفيديو هيبقى طويل قوي ممكن اقسم الفيديو لجزئين، فانا هبتدي بكام سؤال اللي كتبتهم يعني، وربنا ييسر ان شاء الله واقدر اجاوبكم باذن الله. اول سؤال، واحد كاتب لي: هل المدرس يختار المكان اللي يدرس فيه ولا الحكومة بتعينه؟ وهل يحق له أن يسجل أطفاله في نفس المدرسة؟ أنت اللي بتختار المكان اللي أنت بتدرس فيه، لأنه يعني هي زي ما أنا قلت قبل كده في فيديو الدراسة، هي زي إدارات تعليمية. فأنت بتقدم في إدارة تعليمية علشان تشتغل، سواء في المدارس الابتدائي سواء في المدارس الثانوي. والإدارة التعليمية اللي أنت بتقدم فيها دي بيبقى تبعها مدارس معينة يعني. لو في جوب بوستنج معين، يعني اعلان عن عمل، بيبقى مكتوب هو في انهي مدرسه مطلوب وسنه كام البوزيشن. فعشان انت هتبقى عارف انت مقدم على سنه كام وعلى انهي بوزيشن. بالنسبه هم المدرسين السبستيتيوتس اللي زي يعني، بتبقى انت تبع الاداره التعليميه وبتختار انت هتروح تشتغل فين. يعني هم بيحطوا كل يوم المدرسه الفلانيه في فصل كذا سنه كذا محتاجين مدرس احتياطي يعني. فانت بتروح بقى، لما بتبتدي تتنقل من بين المدارس بتبقى عندك مدارس انت افضل لك يعني وبتحب تشتغل هناك، فهتبتدي تختارهم. فبالنسبه للمدرس السبستيتيوت او الريبليسمنت تيتشر يعني بيتنقل، مش بتشتغل في مدرسه واحده. لكن مدرس فصل ومتعين، طبعا بتبقى عارف انت اللي بتختار هتشتغل في انهي مدرسه وتدرس جريد كام يعني، لو الجريد دوت انت مختاره. بالنسبه لاولادك بيروحوا مدرسه، لا، هنا المدارس الابتدائي والثانوي على حسب المنطقه السكنيه اللي انت فيها. يعني كل منطقه سكنيه تبعها مدرسه ابتدائيه. في كيباك هنا بيبقى في واحده انجلش واحده فرنش، بيقولوا عليها الزون. يعني انت في زون معين ساكن في مكان معين، فولادك تبع الزون ده. فلو انت عايز تنقل ابنك من مدرسه لمدرسه، بتنفع للعاملين ولغير العاملين، بتقدم طلب. ولو في مكان ان هم ياخدوا ابنك بياخدوه، بس هم للعاملين بيوافقوا لهم. يعني انا اعرف كذا مدرسه بتقدم طلب يعني للاداره التعليميه اللي انت تبعها بتشتغل فيها يعني، وبتقول لهم ان انت عايزه تجيبي ولادك نفس المدرسه. فللعاملين نعم، ولغير العاملين كمان لو في مكان وتقدم طلب ممكن يوافقوا لك يعني. السؤال اللي بعده: اريد معلومات عن العمل في الحضانه في كندا وكمان عن ازمه السكن. العمل في الحضانات انا اتكلمت عنه بالتفصيل وعن الشغل فيه. ارجعي اتفرجي على، عندي في كذا فيديو انا عاملاهم عن الحضانات بالتفصيل وعن انواعهم وعن انواع الشغل فيهم وعن مرتباتهم. ارجعي بس في الشانل بتاعتي بعيد شويه، شهر شهرين، هتلاقي العنوان مكتوب فيه حضانات في كندا. اشجعك تروحي تتفرجي عليه، يعني تفصيل ممل مش هقدر احكي كل حاجه رد على السؤال يعني. كمان عن ازمه السكن، حقيقه للاسف في ازمه سكن فعلا. يعني الإيجارات غليت جدا، والمتاح افيلبل للناس ان هم يختاروا منه حاجات قليلة، فبالتالي اللي معروض دوت سعره بيغلى، سعره غالي يعني. الويب سايت اللي هي بتاعت كندا كلها اسمها realtor.ca، هكتبها لكم في الديسكربشن بوكس. ادخلوا ودوروا حسب المقاطعة اللي انتوا عايزين تدوروا فيها، حسب المنطقة السكنية. لو تعرفوا اماكن اسامي المناطق السكنية وادخلوا شوفوا الحاجات، البيت اللي للايجار بكام، الشقة اللي للايجار بكام، ادخلوا تصفحوا وتاخدوا فكرة. لان مستحيل اديكم فكرة عن يعني بالتفصيل عن حاجات، موضوع كبير قوي قوي كده ومقاطعات مختلفة كتير ومدن كتير قوي قوي، صعب. ادخلي على ويب سايت اسمه realtor.ca وهتحطي، انت هتملي يعني الكرايتيريا بتاع السيرش بتاعتك، هتملي انت بتدوري على كام اوضه، بيت ولا شقه، المكان فين، وهكذا. وادخلي واتفرجي، وبيحطوا صور كمان. بس كده يا ستي. الازمه هي ازمه شويه يعني. اعرف واحد لسه جاي قريب يعني، وكان بيدور على شغل، والحمد لله ربنا وفقه في شغل، بس كان مضطر انه فعلا يقعد في موتيل، يقعد في قعد شهرين كاملين عقبال ما لقى شقه يأجر. ولما لقى يأجر سكن مع ناس عزاب، يعني هم 4 شباب في شقه واحده، فكل 2 في اوضه، فمضطرين يشاركوا اوض يعني. ما عنديش تفاصيل قوي قوي بصراحة، لأن أنا مش مأجرة، أنا عندي البيت بتاعي، يعني مش مطلعة كويس على الحاجات الافيلابل للإيجار للقادمين الجدد. السؤال اللي جاي: ما هي مميزات وسلبيات الدراسة في كليات المجتمع اللي هي community college قصده أو قصدها، مش عارفة. أعتقد إن ده شاب اللي بيسألني.
اهم المميزات بالنسبه للكوميونتي كولج الدراسه فيها ان هي مش غاليه زي الجامعه. الدراسه في الكوميونتي كولج تكلفتها اقل. تاني ميزه ان مده الدراسه ممكن تعمل شهاده في سنتين اتنين. في منهم كتير اتدك في 3 سنين، بس في برامج مكثفه. واول ما تتخرج تشتغل، دي اكبر ميزه، ان انت يعني زي ما بيقولوا كده، هي يعني بيقول عليها career programs، ان انت اول ما تتخرج من البرنامج بتشتغل، بيكون معاك شهاده، بيكون معاك الرخصه وتشتغل، زي الدنتال هايجينست يعني، زي النيرسينج، حاجات كتير قوي قوي، تخصصات، مش بس في المجال الطبي، في مجالات تانية طبعا. سوري انا ماسكه التليفون بايديا فدراعي وجعني، سندته على الباب. آه السلبيات اللي جايه على بالي دلوقتي انها competitive، لان انت بتتكلم في يعني كام كوميونتي كولج اللي موجودين، وطلبه كتير جدا جدا بيقدموا عليهم، وطبعا بياخدوا الاعلى درجات. في كرايتيريا تانية ممكن يختاروا ناس على اساسها يعني، بس في الغالب هي بالدرجات زيها زي اي بلد يعني. فانت ممكن يبقى نفسك حاجه كويسه جدا وجايب درجات كويسه، بس في ناس اشطر منك ودرجاتهم اعلى منك فياخدوهم هم يعني. ان القبول فيها صعب يعني، مش صعب، competitive يعني، ممكن تلاقي فرصه وممكن ما تعرفش تدخل بسبب كده. ده العيب الوحيد اللي جاي في بالي صراحه على الكوميونتي كولج. انا بالعكس انصح اي حد جاي جديد ان هو لسه بيفكر في الدراسه، مش لازم الجامعه الناس كلها يعني زي في بلادنا يعني لازم تكون خريج جامعه، لازم يبقى معاك شهاده جامعيه. هنا الكولج زيها زي الجامعه في نظري يعني. لو معاك شهاده وعملت كارير بيها ورخصه بيها، سوى توفر على نفسك الفلوس ووفر على نفسك السنين، وابتدي وجوين الجوب فورس يعني ابتدي اشتغل بدري يعني، بعد سنتين بعد 3 يعني. السؤال اللي بعده سؤال: ما هي تكلفة الدراسة في التمريض؟ اعتقد ان انا اتكلمت برضو عن دوت في فيديو التمريض، وحطيت لكم لينكس للمدارس بتاعت التمريض. صعب ارد على السؤال دوت، لان من مقاطعه لمقاطعه هتفرق. نوعيه الدراسه هتفرق، هل انت طالب انترناشونال، ولا انت طالب من حته تانية، من مقاطعه تانية، من يعني out of province student، ولا انت resident هنا فعلا. فانا ما اقدرش اجمع كل تكلفه لكل نوع طالب من دولت في كل المقاطعات ديت. فارجعوا للفيديو بتاع التمريض، هتلاقوني حطيت لينكس لمدارس، لكولleges ولكليات، وادخل بس اعمل سيرش عليها. التكلفه مش حاجه سر، انا مش راضيه ارد على السؤال علشان ده سر، او حد فاكرني بخاف من الحسد. فواحده كانت كاتبه لي مره: اكتبي ما تخافيش مش هحسدك. والله هي ملهاش خالص علاقه بالحسد، هي لان انا مش هعرف ارد. انت بتدور على انهي مقاطعه، وبتدور على اي نوع من التمريض، على التمريض السنتين وفي الكولج، ولا في اليونيفرسيتي، ولا عايز LPN ولا عايز RN. فادخلي بس على فيديو بتاع التمريض، مش لازم تتفرجي على الفيديو يعني، بصي على اللينكس اللي في الديسكربشن، انا حطيت كل اللينكس واكزامبلز كتير قوي لمدارس وكليات يعني كولجز بتدرس البروجرام، وادخلي هم بيبقوا حاطين الفيز بتاعتهم اونلاين، مش سر هو يعني. السؤال اللي جاي: مهنة المهندس في كندا مستقبلها مضمون؟ السؤال ده مضحك شوية. انا ما اقدرش اقول لك ايه اللي مستقبله مضمون وايه اللي مش مستقبله مضمون، مفيش حد ضامن حاجه. لا انا ولا غيري اقدر اقول لك حاجه زي كده، وابقى كذابه لو قلت لك حاجه زي كده. هل هي مهنه كويسه هنا؟ ايوه. مهندسين بس هم لما بيبتدوا هنا بتبقى مرتباتهم قليله جدا صراحه، ما تفتحش بيت بامانه يعني. لكن مع السنين ومع الخبره ومع التنقل والترقي ممكن تعمل فلوس كويس، وباذن الله تبقى مستور يعني. لكن مضمون دي انا ما اقدرش اضمن لك حاجه صراحه. السؤال اللي بعده: سلامات وتحيات، اشكرك جدا، سلامات وتحيات ليكم انتوا كمان، والله ربنا يبارك فيكم. ما هو انسب مطار انزل عليه؟ انسب مطار وانسب بلد انزل عليه؟ وهل فعلا مكاتب الهجرة توفر عمل وتعطي إقامة؟ وكم تكلفتها؟ ممكن ترشحي لي مكتب؟ اوكي let's break down السؤال دوت. انسب مطار وانسب بلد انزل عليه. والله يا عزيزي او يا عزيزتي، انا ما اقدرش انصحك بمكان معين او مطار معين عن غيره، لان زي ما قلت كتير وبكرر انه الاولويات عندي انا هتكون غير اولويات حد تاني يعني. انا عايزه بلد تكون حيه شويه، فيها فرص كتير شويه. اللغه اهم شيء برضو. انت لغتك ايه؟ لو انت لغتك مش فرنساوي ابعد عن نيو برانزويك وعن كيبك، ولو ان نيو برانزويك بايلينجوال يعني، هي كمان يعني officially bilingual. فحسب لغتك، فحاجات كتير قوي لازم انت يعني تحطها في اعتبارك علشان انت اللي تختار المكان. انا ما اقدرش اقول لك روح هنا وما تروحش هنا، ما اعرفش انت لوحدك ولا معاك اسره، ما اعرفش لغتك ايه، ما اعرفش انت عايز بلد كبيره ولا بلد صغيره، ما اعرفش طبيعه عملك ايه او شهادتك ايه. فانت لازم تدرس شويه على الموضوع دوت، اتفرج على فيديوهات، ادخل اعمل سيرش، وان شاء الله تلاقي.
وهل فعلا مكاتب الهجره توفر عمل؟ انا بصراحه ما اعرفش اي حاجه عن مكاتب الهجره. انا عارفه ان في ناس بيعملوا مكاتب هجره دوت، يعني بتكون حاجه legitimate، يعني قانونيه وحقيقيه، وفي مكاتب هجره كتير ناس نصابين بينصبوا على الناس يعني اللي هم عندهم حلم السفر. فبصراحه انا ما انصحش اي حد يثق في حد او يبعت لحد فلوس غير لو عارف حد شخصيا يتعامل مع الناس دي. يعني يكون اللي رشح لك المكتب يكون يتعامل معاه فعلا يعني، وتعرف الشخص، يعني تعرف الشخص اللي يتعامل مع المكتب عشان ما يتنصبش عليك او حد ياخد فلوسك. يعني ده اللي اقدر انصحك بيه. لكن انا صراحه ما اعرفش هم بيوفروا عمل. لا، مكتب الهجره ايه علاقته بالعمل؟ مكتب العمل غير مكتب الهجره. ممكن يديك طرق تدور بيها على عمل، لكن ما اعتقدش ان هم يدوك عمل. فدي لوحدها كده تحسسني انه في شك في الموضوع. مكتب الهجره هيوفر لي عمل؟ نو. الاتنين غير بعض. وهل تعطي اقامه؟ مكتب الهجره ما بيديكش اقامه. مكتب الهجره بيملى لك الاوراق ويبعتهم بالنيابه عنك، ولو الحكومه بعتت لك يعني كوميونيكيشن او انفورميشن على الفايل بتاعك، هم بيوصلوا لك الانفورميشن دوت ويقولوا لك الخطوه اللي جايه ايه. هم مش هيدوك اقامه. اللي بيديك الاقامه الحكومه الكنديه. هم بس زي ما تقول كده يعني فاسيليتيتور او يعني مرسال. يعني مكتب هجره ده كانه بيقدم بالنيابه عنك يعني. وكم تكلفتها صراحه ما اعرفش، لان عمري ما قدمت على الهجره. او ممكن ترشحي مكتب. متاسفه جدا والله، انا فعلا ما اعرفش حد يعني بيشتغل الشغلانه ديت اثق فيه ان انا اقدر ارشحه لحد. لو ربنا عطرني في حد يعني، او اتعرفت على حد، او اتعرفت على حد اتعامل مع مكتب هجره، باذن الله ابقى اقول لكم يعني. وما اسهل طريقه للحصول على عمل وسكن اول ما اخرج من المطار؟ اوكي، اول طريقه نقول ربنا كرمك ان شاء الله واخدت الفيزا وخلاص وصلت. انا انصحك تبتدي التدوير من قبل ما توصل. شوف، انت قبل ما توصل انت هتبقى عارف اوريدي انت رايح على انهي مقاطعه وعلى اي بلد. فابتدي السيرش بتاعتك يعني من قبل ما تيجي. اولا على السكن، ادخل على realtor.ca هحطها لكم في الديسكربشن زي ما قلت. ودور انت بتدور على بيت. لو انت معاك اسره هتتاجر بيت، ولا انت بتدور على شقه. وادخل وبص. ولو انت مثلا اوريدي عرفت ميعاد الحجز بتاعك، ابعت لهم. كل الناس دي بيبقى لهم ايميلات، بيبقى لهم رقم تليفون، ممكن تبعت مسج، ممكن تبعت ايميل، وتواصل معاهم من قبل ما تيجي. وابعت ريكوست ل2 3 4 حسب ما تقدر، بحيث ان انت اول ما تيجي يبقى انت اوريدي يعني عندك جاهز لايند اب. انت رايح تتفرج على بيتين 3 شقتين 3 او اكتر لو عايز. ديت اسهل حاجه ليك ان انت اول ما توصل. انت اول ما توصل هتبقى قاعد في فندق، فمن تاني يوم من تالت يوم انت في فندق. هتنزل تدور بقى على المواعيد ديت، تبقى اوريدي حاجز المواعيد وراح تتفرج يعني، وربنا يكرمك. على عمل نفس الشيء. انصحك تدور اونلاين. غالبا يعني الاغلبيه انه مش هتعرف تقدم من يعني على شغلانه وانت بره كندا، وعلى شغلانه محتاجين حد يكون موجود في كندا فيها. بس نفس الشيء، ابعت لهم الريزومي بتاعتك، ولو ردوا عليك قول لهم ان انت هتبقى موجود في الميعاد الفلاني ويرتبوا لك الانترفيو. اغلب الاماكن دلوقتي اول انترفيو اصلا بيبقى يعني فيا زوم او سكايب او الحاجات اللي هي كلها يعني ديستنس، يعني مش ان بيرسون، يعني مش بتيجي قدامهم. لما تيجي قدامهم ده يبقى خلاص يعني هم ايه، انت عديت البريليمينري انترفيو والكلام دوت يعني. فالنصيحه اللي انصحها لك، اسهل طريقه ابتدي تدور من قبل ما توصل على البلد يعني. السؤال اللي بعده، يا رب ما اكونش زهقتكم يعني. الفيديو دوت ممكن تشغلوه وانتوا بتعملوا حاجه في البيت. انا لما في حد بحب اسمعه بشغله وانا بشغل في نفسي في البيت يعني، عشان ما اضيعش وقتكم. يعني لو عايزين تعملوا حاجه وانتوا بتسمعوه يعني، ما فيش حاجه تتفرجوا عليها. انا في مكاني المعتاد في البريك في الشغل اكلت الساندوتش بتاعي ودلوقتي قاعده في العربيه قلت اعمل فيديو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده، اخت الفاضله بتسال: هل المراه المحجبه صحيح ممنوعه من التدريس؟ وهل تعاني من العنصريه بسبب الحجاب؟ وهل هناك فرصه للتدريس ماده الرياضيات؟ خبره 10 سنوات. هل المرأة المحجبة صحيح ممنوعة من التدريس؟ في كيباك عاملين قانون اسمه بيل 21 أو لوا 21. عملوه في 2019 القانون دوت، وهو بيمنع religious symbols بيقولوا عليها، يعني رموز الدينية مثل غطاء الرأس يعني. وهم بيقصدوا بيهم السيدات المحجبات واللي هم الرجال السيخ، مش عايزينهم يلبسوا بتاع اللي على راسهم دي، مش عارفة اسمها ايه صراحة، اللي بيلفوا لفة كده هم زي تربن كده. ففي قانون في كيباك ايوه موجود وايوه بينفذوه. يعني لو انت محجبه ورحتي عشان تقدمي على شغل هيقولوا لك ان ممنوع بالحجاب يعني. ففي سيدات بيضطروا يخلعوا الحجاب عشان يدرسوا، وده طبعا يعني اختيار شخصي يعني. وفي سيدات بيعملوا موديفيكيشن. انا عملت فيديو قبل كده، ارجعي وبصي لو عايزه تعرفي. طلبوا مني اعمل موديفيكيشن يعني، فانا كنت بربط الطرحه على ورا وانا بشتغل سبستيتيوت يعني، وانا بشتغل يعني
مدرسه احتياطي، كنت برضه طرحه على ورق. نقطة تانية كمان في المدارس الابتدائي حابة أقولها، إن سيدات كتيرة جدا جدا بيشتغلوا في المدارس الابتدائي، أغلبية الزملاء يعني سيدات. وانتي في الغالب بتبقي في الفصل مع الطلبة بتوعك، والطلبة دولت أطفال صغيرين يعني كلهم تحت 6 ابتدائي. فوانتي في الفصل بتاعك انت ما فيش حد معاكي غير الطلبة بتوعك دولت، يعني بتشوفي راجل بيعدي بينظف أو حاجة لما بينظفوا، ولو في مدرس أو اتنين موجودين في المدرسه بتقابليهم يعني. ممكن تقعدي بالايام ما بتشوفيش اي رجاله في المدرسه اصلا يعني. دي نقطه. بس في سيدات يعني ايه، مش ممكن يكونوش واخدين بالهم منها، ان انت مش رايحه جايه على رجال وانت خالعه طرحتك، لا لا، انت ربطها زي بونيه او حاجه. وطبعا لو تقبلي كل واحده مقدرتها واللي هي عايزه تعمله ويعني وتقبله في دينها هي غير التانية يعني. فهل هو ممنوع؟ نعم ممنوع، بس الكلام دوت في مقاطعة كيباك فقط. فلو انت رحتي اي مقاطعة غير كيباك القانون دوت غير موجود، وهتشتغلي مدرسة بحجابك عادي جدا جدا جدا. وهل تعاني من العنصرية؟ اكيد يعني، مش حاجه يوميه لا سمح الله، او حاجه بتنفرك من عيشتك او تخليكي مش طايقه نفسك، لا. لكن في بعض المواقف كده كل فتره كده واحده سخيفه او واحد سخيف يبص لك بصه يقول لك كلمه، لكن بتتعودي بعد كده يعني، بتطنشي الناس ديت اللي مخهم صغير على قدهم دولت. بالعكس انا دلوقتي لما بحس دوت ممكن من غير ما حد يفتح بقه، بس تحسي كده جسمه وطريقته كده اتشنج كده في نفسه لما شافني، يعني كأنه شاف عفريت. انا ببتسم ابتسامة صفرة سخيفة جدا بمنتهى الثقة يعني، وباي باي، انت حر، اعمل في نفسك اللي تعمله، موت بغلك، انا مالي. ففي عنصرية أكيد، بس العنصرية لها أشكال كتيرة قوي يعني. حتى في بلادنا ممكن يكون في عنصرية، بس مش شرط العنصرية تبقى ضد الدين أو ضد الحجاب، بس في عنصريات ضد حاجات كتيرة جدا يعني. فبتتعلمي تتعاملي يعني معاها يعني. لكن الأغلبية العظمى لا الحقيقة، وفي أماكن العمل يعني نادرة جدا جدا يعني. موقفين 3 اللي حصلوا لي في ال20 سنة اللي عايشة فيهم في كيباك، في إن يحصل لي عنصرية في مكان عملي. الناس محترمين ومؤدبين وبيعاملوكي باحترام وأنت زميلتهم يعني، ما فيش الكلام ده. وهل هناك فرصة تدريس مادة الرياضيات خبرة 10 سنوات؟ أكيد، بس النقطة اللي لازم تعرفيها إن أنت لازم تعملي رخصة تدريس هنا يعني. ما فيش مدرس هيجي كندا ايا كان بقاله كام سنه بيدرس، ايا كان شهادته ايه، ايا كان الماستر بتاعته، ايا كانت الدكتوراه بتاعته في التعليم يعني، لازم هتدرس علشان تاخد رخصة تدريس من هنا. لو ما معكش رخصة التدريس اللي هي teaching license، اساميها مختلفة على حسب المقاطعات، هنا في كيباك اسمها brevet d'enseignement، لو مش معاك مش هتشتغل مدرس. مش مهم خبرتك كام سنة، لكن حضرتك بخبرتك ال10 سنين يس تشتغلي، بس لازم تعملي معادلة الأول، وبعد المعادلة تعملي أعتقد هتدرسي لك 2 سنين ماستر عشان تعرفي تاخدي رخصة التدريس يعني. وربنا يوفقك يا رب. السؤال اللي بعده، هل متاح تعديل فيزا السياحة إلى عمل أو إقامة؟ والله ممكن يعني لو انت جاي هنا سياحه وقعدت تدور على شغل ولقيت شغل فعلا، صاحب العمل هو اللي بيملى لك الاوراق ديت وبيقدمهم بالنيابه عنك. فلو انت لقيت واحد تشتغل عنده ووافق انه يعمل لك الورق، ايوه لما تقدم على لما هو يملى لك الورق ده ويقدمه، فيزا العمل السياحه بتاعتك هتحول لفيزا عمل. بس خليك عارف انه لو شخص عمل لك كده، انت كده يعني تحت رحمه الشخص اللي عينك دوت، فانت لازم تفضل تشتغل عنده لمده 2 سنين. وساعتها طبعا انت بعد ما توفي الاقامه، بعد ما تقعد 2 سنين يعني وشغال في كندا، ساعتها ممكن تقدم على الاقامه بس اعرف ان انت لما تقدم على شغل عند حد وهو اللي يعمل لك الورق، انت ربطت نفسك بالمكان ده وبالشخص ده لمده 2 سنين. لو قررت ان انت تمشي من عنده هيوقف لك الورق، هيلغيه يعني. وساعتها تمشي على بلدك لو ما لقيتش حد بديل يعمل لك ورق من اول وجديد يعني، يرحلوك يعني، لان ساعتها هتكون فيزا السياحه بتاعتك بروبلي خلصانه يعني. فنعم موجود ومتاح، بس لازم تشوف حد ثقه يعمل لك الورق. السؤال اللي بعده بيقول، هل في لجوء ختان في كندا زي امريكا؟ بصراحه انا ما اعرفش انواع اللجوء اللي بامانه يعني، انا عمري ما سمعت عن نوع اللجوء ده قبل كده، وما اعرفش ان ده موجود في امريكا الحقيقه يعني. متاسفه ما عنديش معلومات عن السؤال دوت. حاول تبحث. السؤال اللي بعده، ممكن اللينك لمعهد دراسة التمريض في ألبرتا وكم تكلفته؟ يا عزيزي أو يا عزيزتي، لأن في أسئلة من النوع ده كتير بتجيلي. أنا عايشة في كيباك وحطيت لكم ريسورسز كتيرة في كيباك في الفيديوهات بتاعتي. أنا ما أعرفش حاجة عن ألبرتا، ما أعرفش الدراسة في ألبرتا بكام، ما أعرفش تكلفتها، ما أعرفش أسامي الكولجز فيها. فأنا هدخل على جوجل وأعمل سيرش. فلو أنا هدخل على جوجل وأعمل سيرش، أنت اعمل سيرش لنفسك يعني. دي نقطة عايزة أقولها. أنا
في ناس عايزين حد يعمل لهم الحاجه، يدور لهم هو. ما ينفعش يا جماعه. لو انت عايزني انا كلامي كله واضح، ودايما بقول انا بدور على كيبك يا جماعه، وحطيت لكم اكزامبلز. انا حتى في فيديو التمريض حطيت اكزامبلز على مدارس تانية في اماكن تانية في كندا، بس انا ما اقدرش ادخل ادور لك على مدارس في البرتا اللي بيدرسوا تمريض وكمان تكلفه التمريض. مش قصدي احط السبوت لايت على الشخص دوت او على الكومنت ده بالتحديد، بس نوعيه الكومنتس ديت. لو انا هدخل واعمل سيرش، انت ادخل واعمل سيرش. انت محتاج تدور على ده، انا مش هدور لك. انا بدي معلومات عامه بوجهك تدور ازاي، لكن لازم الواحد يتعب على الحاجه اللي هو عايزها يعني. فمتاسفه، انا زي ما انا هعمل جوجل سيرش، انت اعمل جوجل سيرش، وان شاء الله تلاقي المعلومات اللي انت بتدور عليها. السؤال اللي بعده، اخت فاضله بتقول لي هل تنصحيني اطلع مع زوجي والاولاد ولا يسافر لوحده؟ السؤال ده الإجابة عليه تريكي شوية. بس أنا شخصيا من الناس اللي ما بحبش الأسرة تتقسم. يعني أنا حاسة إنه حتى لو انتوا هتبقى حياتكم صعبة شوية ويعني محدودة شوية وتكافحوا شوية وتزنقوا شوية عبال ما ربنا يكرمكم، يعني أنا شخصيا أفضل إن الأسرة ما تتقسمش. ما فيش مش سهل إن الزوجة تبقى من غير زوجها وقاعدة بالأولاد لوحدها، ومش سهل ان الزوج يبقى لوحده في بلد من غير زوجته واولاده، ومش سهل على الاولاد ان هم يبقوا من غير ابوهم او امهم. يعني ما تبقاش اسره وهي مقسومه كده. طبعا انا فاهمه، انا في ظروف ناس كتيره بيضطروا يعملوا كده، والاب يسافر كمان مع فرق العمله، لما بعت لهم الفلوس بيقدروا يعيشوا عيشه كريمه اكتر، لان هو بيبقى يعني عايش على قده هنا ومشي نفسه باقل حاجه عشان يعيشهم هو ويسترهم هم. انا فاهمه كل ده، بس يا عزيزتي والله لو بنصح حد حبيب قلبي يعني وقريب ليا، انا اقول له تحمل تحمل تحمل، بس تبقوا مع بعض. يعني زي ما بنقول في مصر، يعني ايه، ناكل عيش وملح بس نكون سوا. يعني انا من المدرسه دي صراحه، اللي هي ايه، احنا مع بعض على الحلوه وعلى المره، هنتعب سوا، هنشقى سوا، هنجوع سوا، هنشبع سوا، كله سوا. لكن طبعا لو انتوا ظروفكم في بلدكم ان الراجل مش لاقي شغل خالص ومش عارف يصرف على بيته، وكمان السفر مكلف جدا، ما يقدرش ياخدك انت واولادك دلوقتي، طبعا لازم يسافر يعني عشان يشوف رزقكم. فنصيحتي لو تقدروا ان انتوا تروحوا مع بعض طبعا روحوا مع بعض، لكن لو دوت مش متاح، اكيد اكيد يعني انصحه يروح يشوف اكل عيشه يعني، وربنا يكرمكم يا رب ويوسع رزقه. وقتي قرب يخلص معلش، فقرات كذا سؤال هم شبه بعض شويه. النقطه اللي عايزه اقولها فيهم ان هم ايه، انا 45 سنه، انا 48 سنه، هل ممكن اسافر، هل ممكن هلاقي شغل؟ اللي عايزه اقوله ان السن فعلا فعلا ملوش دعوه بالموضوع. ما فيش حد عمره هيسالك انت عندك كام سنه وانت بتقدم على الشغل. لو انت شخص الحمد لله صحتك كويسه واخد بالك من نفسك وفاهم انت بتعمل ايه، محدش هيقول لك انت عندك كام سنه ولا انت مقدم ليه على الشغل دوت وانت كبير في السن. عادي جدا جدا جدا، 45 سنه، 48 سنه، 58 سنه. وكم سؤال اللي جولي تحديدا عن الشغل في الحضانات، بليز ارجعوا اتفرجوا على الفيديو بتاعي اللي انا عملته عن الحضانات. الناس اللي بيسالوا على دوت، لا انت مش محتاج شهاده عشان تشتغل في حضانه. ممكن اي حد يشتغل في الحضانه بدون شهاده. طبعا في شهاده بتتعمل مدتها سنه، وفي شهاده اقصر كمان من السنه، في شهاده في مدارس معينه يعني، هحاول ادور عليها واحط لكم اللينك باذن الله. يعني مدتها قصيره جدا، بتفرق في المرتب. انت لما تبقى qualified teacher بيدفعوا لك ازيد من اللي انت لما بتبقى unqualified. هنا في كده حد تاني سألني ان هو رجل، يعني هل ممكن اشتغل في الحضانات ولا دوت للسيدات بس؟ طبعا ممكن تشتغل في حضانات. هم مش كتير صراحه، مش هكذب عليك، اللي بيشتغلوا الرجال في الحضانات اللي هم رياض الاطفال اللي بنقول عليها، اللي هم اقل من 5 سنوات يعني. قليلين بصراحه. يعني انا في كل الاماكن اللي شفتها وعيالي راحوها او رحت عملت ستاج فيها او كده، انا شفت راجل واحد بيشتغل في الستاج يعني لما كنت بعمل ستاج يعني، شفت راجل واحد بيشتغل في حضانه منهم. لكن عادي جدا يعني، مش حاجه غريبه. يمكن هي اللي غريبه شويه لو انت اشتغلت مع اطفال صغيرين خالص، يعني لان بيبقى في بنات وبيبقى في اولاد اطفال صغيرين، ودول بيبقوا مثلا لابسين كوش اللي هو الدايبر يعني، فبتبقى عايز تغير الاولاد ديت. يعني بينطبق عليك زي ما بينطبق على السيدات، هتقعد تغير الاولاد ديت كلهم يعني الدايبر بتاعتهم. فلازم تكون انت كومفورتبل انت تعمل حاجه زي كده. ممكن اهالي ما يكونوش كومفورتبل انت تعمل حاجه زي كده مع اولادهم، دي الحاجه الوحيده. لكن لو انت اشتغلت مثلا مع الاطفال اللي عندهم 4 أو 5 سنين، اعتقد عادي، لان دول بيدخلوا الحمام لوحدهم يعني. بس كده دوت اللي هقدر اجاوب النهارده. ان شاء الله هعمل جزء تاني وهجاوب لو ما كنتش رديت على سؤال حد فيكم في الفيديو دوت. في بعض الناس انا رديت عليهم في الكومنتس يعني. فبليز ارجعوا بصوا على الكومنتس كمان على الكوميونتي تاب، ممكن اكون رديت عليكم اوريدي، عشان كده انا فوتت السؤال. بس ان شاء الله هعمل جزء تاني. ولو في حد لسه عنده سؤال، ارجع على الكوميونتي تاب بتاعتي واكتب السؤال بتاعك، لان انا هعمل جزء تاني ان شاء الله للفيديو دوت. لساني بتلجلج خلاص، تعبت. اشكركم جدا جدا على متابعتكم يا رب، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.